إن الذي مكن أهل الإسلام من هذه الأرض المقدسة يوم ما كانت تحت يد اليهود ثم كانت تحت يد النصارى، صارت بعد ذلك بيد أهل الإسلام. مكن الله أهل الإسلام من هذه الأرض المقدسة بعد أن كانت أرضا تتداول بين اليهود والنصارى، يتحاربون عليها ويتنازعون بها، ويسفك بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويذل بعضهم بعضا. مكن الله عز وجل أهل الإسلام، فكان فيها العدل الذي لا تعرفه البشرية ولا يعرفه كل من سكن تلك الأرض. أقام الله عز وجل بأهل الإسلام العدل في الأرض المقدسة ما صارت دولة إسلام ومتى ما وصل إليها أهل الإسلام. اقرأوا سورة الإسراء، أين منزلة الأقصى عند أهل الإسلام. اقرأوا السير والتاريخ حين دخل عمر رضي الله عنه أرضاه إلى بيت المقدس، ماذا صنع وكيف كان النصر وماذا كان بعد النصر، كيف كان حال الناس في المسجد الأقصى وما حوله قبل هذا النصر، لنعرف أن النصر الحقيقي لا يكون إلا بهذا الدين، وبالتمسك بالله عز وجل العظيم، وبالرجوع الصادق إلى ثوابت وحقائق هذا الدين في النصر. إنه لن يكون نصر إلا بأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتمسك بكتاب الله، وأن نصدق مع الله، وأن نسير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا أمة أعزنا الله بهذا الدين، فما تبتغين العزة بغيره أذلنا الله.